يابا بعد ما نجحت العجينه الايطاليه مالتنا وصارت منفوخه الاطراف ومن جوا كلها فارغه، محاوله رقم 4 خلونا نشوف تاليها. اقترحتوا علينا انه نسوي لحم بعجين عراقي بالعجينه الايطاليه. اكيد سوينا وصفه العجينه مالتنا، فتحنا العجينه مالتنا وبقينا الاطراف مالتها بيها هوا هوايه، وخلينا فوقها الخلطه مال اللحم بعجين ودخلناها فرن حار. بدت العجينه تنفخ شويه شويه وصارت حجمها مضاعف. بعد ما قصيناها الاطراف مالتها طلعت مليانه هواء، وتحمست جبت بيضه، خليت الخلطه مال اللحم بعجين بالنص، طقيت البيضه وزحلقتها بالفرن. الاطراف مال العجينه نفخت بشكل جدا ملحوظ وشكلها كان يخبل، الى ان طلعت من الفرن وكان البيض ما مستوي وشكله ابدا ما حلو. قلنا نعيد مره ثانيه، نصينا حراره الفرن ومسحناه ونظفناه من جوا وحاولنا مره الاخرى. خلينا الخلطه مال اللحم، طقينا البيضه، دخلناها بالفرن ونفخت نفخه ممتازه. هم طلعناها من الفرن طلع البيض ما مستوي. هسه احنا نريد نصيحتكم، لا احد يقول لي نص الفرن لان هذه انصح حراره عند الفرن هذا، واذا نصيناه بعد العجين ما راح ينفش عندنا. فلازم البيض يستوي والعجين يستوي، وكل واحد يستوي على حراره مختلفه. شو نصايحكم؟